السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الحاتي. هنعملها بطريقة بسيطة جدا وسهلة. جبتلك بقى كل الاسرار بتاعة الحاتي عشان تطلعي الكفتة تحفة جدا واحسن من بتاعة الحاتي بكتير. وسر تماسكها بقى وازاي تشويها على الفحم من غير ما تفك منك، ويبقى اللحم كده متماسك، وفيه المطة بتاعة الكفتة اللي بنشتريها جاهزة. هقولك كل الاسرار بتاعة الكفتة عشان تبقي استاذة فيها، ولو ما عندكيش فحم وشواية هقولك ازاي تشويها في الفرن وتطلع معاكي بنفس الطعم وبنفس الريحة بإذن الله. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجة انا عندي هنا كيلو ونص من اللحمة. هتجيبي اللحمة هتفرميها، هتبقى مفرومة كويس جدا على وشين، تمام. وكل كيلو لحمة لازم يبقى معاه 100 جرام كده من الدهن. وعندي هنا بصلاية كبيرة مفرومة، عصرتها كويس جدا واخدت المية بتاعتها، مش هتتخلصي من المية. هننزل بيها كده على اللحمه. وعندي بقى كيس بهارات كفته. عايزه اقول لكم بقى كيس البهارات ده بياخد الكفته في حته تانية خالص، بيديكي نفس طعم الكفته اللي بنشتريها من عند الحياتي. وعشان بقى الكفته ما تفكش منك وتضمني ان هي تتشوي كده بكل سهوله وما تفكش منك على الشوايه، واللحم ما يفكش منك، 3 معالق كبار كده من البقسماط. وهننزل بقى مش ازيد من ملح، فلفل اسود، وكمون، لان كيس البهارات بيبقى فيه كل التوابل اللي بتديكي طعم الكفته اللي بنشتريها جاهزه. عندي هنا بقى نص معلقه من السكر، بتفرق جدا في الوصفه وبيديها لون حلو جدا بقى كده واحنا بنشويها. لازم بقى تعجني الكفته كويس جدا جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهتسيبيها ترتاح بقى حوالي ساعه كده، من نص ساعه لساعه في التلاجة. والخطوه ديت مهمه جدا، لازم تسيبيها ترتاح، ما ينفعش تعجنيها وتشتغلي بيها مباشره. وبعد بقى ما نسيب الكفتة كده ترتاح، يلا بقى نعمل مع بعض آه خليط حلو جدا بقى هنتهم بيه الكفتة. عندي هنا مية البصل اللي كنا عصرناها مع بعض، هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الصلصة، بتدي الكفتة لون حلو جدا وكمان طعم حلو. وعندي بقى السياخ بتاعة الشوي، متوفرة في كل مكان وسعرها رخيص مش غالي. لو مش متوفرة عندك اسياخ الكفتة، هتشتغلي على الخلة، خلل بتاعة الشيش طاووق. هنجيب بقى كده الاسياخ بتاعه الكفته وهنحط ايدينا في خليط البصل، وهناخد بقى كده قطع اللحمه وهنعملها كور متساويه، وهندخلها بقى كده في السيخ. وهنضغط بقى كده عليها بايدينا وبصبعيننا بقى كده اللي هما الكبار، علشان ناخد نفس الشكل بتاع كفته الحياتي المشويه. اظن مفيش اسهل من كده، شايفين نفس شكل الكفته اللي بنشتريها من بره. وهتبلي ايديكي بقى وهتاخدي قطعة اللحمة، وهنكرر نفس العملية لما نخلص كل الكمية. لو ما عندكيش بقى شواية وما عندكيش فحم، هتعملي نفس الطريقة وهتحطيها في فرن البوتاجاز. ولما تستوي هتحطي لها قطعة فحم كده وهتغطيها كويس جدا، هيديكي نفس طعم الكفتة المشوية على الفحم. طبعا الكفتة المشوية على الفحم غير الكفتة اللي بتبقى مشوية في الفرن، ما بنحطلهاش خضار كتير، هي بصلة بس واحدة كده عشان ناخد الطعم بتاعها. ولازم نكون متخلصين من المية بتاعة البصلة كويس جدا. وهنخلص بقى الكمية كلها وهقول لكم ازاي تشوها على الفحم بطريقة سهلة جدا وبسيطة. لو مش بتعرفي تشوي على الفحم واول مرة تشوي على الفحم، هقولك ازاي تظبطي الحرارة بتاعة الفحم وازاي الكفتة تطلع معاكي حلوة جدا. ونضغط كده بصوابعنا ونحاول على قد ما نقدر نخلي احجامها كلها متساوية عشان تاخد سوا واحد والسوا المظبوط. وكده خلصت بقى الكمية كلها على الاسياخ. اظن الموضوع سهل جدا وبسيط، مفيهوش اي حاجه صعبه. عندي بقى هنا الفحم، هتاخدي قطعه فحم كده هتولعيها على البوتاجاز، وبعدين هتحطيها كده في نص الفحم، وهتهوي بقى لحد ما الفحم كله يشتغل معاكي ويبقى لونه احمر كده. ما ينفعش تحطي الكفته والفحم فيه دخان او بيدخن. وهتحطي بقى الكفته كده على الشوايه، ومش هتقلبي خالص ومش هتهدي، مش هتهوي بالهوايه بتاعه الفحم. اول ما تحسي بقى ان الكفته كده اتشمعت، هتلفيها بقى على كل الاتجاهات كده لحد ما تاخد السوا المظبوط. وما تهويش الكفته علشان الحراره بتاعه الفحم ما تعلاش،
وتاخد لون من بره بسرعه وتكون نيه من جوه. وشكل الكفته بتاعتنا بقى القمر بعد ما خلصناها حاجه كده ما شاء الله تفتح النفس بجد. شويه سلطه الطحينه بقى وشويه سلطات والف هنا وشفا يا رب على قلبكم. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها بقى بطريقتي، وهستنى رايكم ان شاء الله في الكومنتات. وما تنسوش تضغطوا لايك واستنوني فيديوهات تانية كتيره، والسلام عليكم.